الدواء السحري، الدواء اللي يعالج جميع الأمراض. المضاد الحيوي. خطأ. المضاد الحيوي يعالج الأمراض اللي سببها البكتيريا، ولكن في أمراض أخرى مثل نزلة البرد، الإنفلونزا، ومعظم حالات الاحتقان سببها فيروسات. الفيروسات ما تتعالج بالمضاد الحيوي، فاستخدامك المضاد الحيوي ما راح يساعدك تتحسن، وما راح يعالج الفيروس، وما راح يمنع انتقال المرض للآخرين، بالعكس ممكن يضرك. ليه؟ لأن استخدام المضاد الحيوي بدون حاجة يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. يعني في حالة إصابتك بمرض بكتيري مستقبلاً يكون المضاد الحيوي بلا فائدة. فإذا أصبت بنزلة برد، ترى الحل بسيط، حاول ترتاح واشرب الكثير من السوائل. وإذا كانت الأعراض مزعجة لك، استخدم المسكنات وخافضات الحرارة عن طريق سؤال الصيدلي، وفي حال استمرارها استشر الطبيب أو الصيدلي. باختصار، تذكر أن المضاد الحيوي لا يعالج الأمراض الفيروسية، لذلك لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.